السلام عليكم. الجزء الثالث في مجتمعنا الغريب. زي ما قلت لكم، الواحد بيطالب بحقوقه العادية جدا، العادية جدا، البسيطة جدا. بيعتبر ان هي غلط وممكن تحصل مشكلة. يعني مثلا انا هديكم مثل، ومثل واقعي. المفروض الجار للجار، الجار للجار. يعني ما ينفعش مثلا تعمل فرح او عزا الكراسي اللي عند باب بيتك. طب الحريمي تخرج ازاي او تخش ازاي؟ او مثلا الناس اللي بيقعدوا في الشوارع ما ينفعش تبقى سادد الشارع كله. طب يعني الناس تعدي ازاي؟ او مثلا اللي عنده توك توك او اللي عنده موتوسيكل يقوم قافل لك باب العماره كلها. طب يا سيدي لو سمحت ادينا. لو يقوم كاتب لك حاجات دينيه والعظمه لله وانت اصلا ما بتحترمش جارك ولا بتحترم الناس. ولو جارك مثلا بينظف ولا حاجه فيجيب الزباله عليك. طب يا عم لو سمحت، مفيش. وكمان ممكن تحصل مشكله وانت اللي غلطان.